هل سمعت عن بركة خان؟ الحاكم المغولي العظيم اللي قرر ياخد خطوة جريئة ويعتنق الإسلام، وده كان ليه تأثير كبير على التاريخ الإسلامي والمغولي. قصته مليانة بالأحداث المثيرة والتحالفات الاستراتيجية اللي ساعدت في حماية العالم الإسلامي من خطر المغول. في الفيديو ده هنستعرض معا حياة بركة خان وتفاصيل تحوله للإسلام وصراعه مع هولاكو خان وإزاي قدر يغير مجرى التاريخ. خليك معانا علشان تكتشف الحكاية المدهشة لواحد من أهم الشخصيات في التاريخ. ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل جديد. بركة خان مواليد عام 1209 كواحد من أحفاد جنكيز خان، وده خلاه ليه مكانة مميزة في الإمبراطورية المغولية. هو كان ابن جوجي الابن الأكبر لجنكيز خان، وده خلاه يكبر في بيئة مليانة بالقيادة والحرب. حوالي سنة 1252 بركة خان أسلم، وده كان قرار استراتيجي بقدر ما هو ديني. بركة خان اتعرف على الإسلام من خلال احتكاكه بالمسلمين اللي كانوا في المناطق اللي بيحكمها المغول، وده خلاه يتأثر بتعاليم الدين الإسلامي ويقرر يعتنقه. لما تولى حكم القبيلة الذهبية، بركة خان كان عنده رؤية واضحة لتعزيز سلطته وتقوية دولته. هو عمل على تقوية الاقتصاد من خلال تعزيز التجارة وخلق روابط تجارية قوية مع الدول المجاورة، وده ساعد في ازدهار المدن اللي تحت حكمه. بركة خان كمان كان مهتم بتعزيز النظام والاستقرار، وده خلاه يشتغل على تحسين الإدارة والعدالة في دولته. الصراع بين بركة خان وهولاكو خان كان ناتج عن اختلافاتهم الدينية والسياسية. هولاكو خان اللي كان بيحكم المغول في فارس كان معروف بعداوته للإسلام، ده خلاه يصطدم مع بركة خان اللي كان بيدافع عن الإسلام والمسلمين. الصراع بين الاتنين وصل لذروته في معركة عين جالوت سنة 1260 اللي كانت بين المماليك والمغول التانيين بقيادة هولاكو خان. معركة عين جالوت كانت واحدة من أهم المعارك في التاريخ الإسلامي. بركة خان عمل تحالف مع المماليك في مصر لمواجهة هولاكو خان. في المعركة دي المماليك مصر قدروا يهزموا جيوش هولاكو، وده كان نقطة تحول كبيرة في التاريخ، لأن المعركة دي أوقفت التوسع المغولي في المنطقة وحمت العالم الإسلامي من خطر المغول. بركة خان كان شاطر في تكوين التحالفات الاستراتيجية، وده ساعده في تعزيز موقفه السياسي والعسكري. هو تعاون مع المماليك في مصر ضد المغول التانيين، وكمان كان عنده علاقات دبلوماسية مع الدول الإسلامية التانية. التحالفات دي ساعدت في خلق توازن قوى في المنطقة وحماية دولته من الأعداء. بركة خان توفي في سنة 1266، لكن إرثه فضل مستمر لفترة طويلة بعد وفاته. هو كان ليه دور كبير في نشر الإسلام بين المغول وتعزيز العلاقات بين القبائل المغولية والدول الإسلامية. بركة خان يعتبر واحد من أهم الحكام في تاريخ المغول بسبب تأثيره الديني والسياسي. بركة خان ساهم في حماية العالم الإسلامي من خطر المغول من خلال تحالفاته وانتصاراته العسكرية. هو كمان ساعد في نشر الإسلام في مناطق كتير من آسيا وأوروبا الشرقية، وده كان ليه تأثير كبير على الثقافة والدين في المنطقة. إرثه فاضل مستمر من خلال الأجيال اللي جات بعده، وساهم في تشكيل التاريخ الإسلامي والمغولي. بركة خان كان واحد من الحكام اللي قدروا يغيروا مجرى التاريخ من خلال شجاعته وحكمته في القيادة. قراراته الاستراتيجية وتحالفاته السياسية ساعدت في تعزيز الإسلام وحماية العالم الإسلامي من التهديدات الخارجية. إرثه فاضل مستمر لغاية النهاردة كواحد من أهم الشخصيات في تاريخ المغول والإسلام. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد.